السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسرع بقى والذ واحلى غدا برضو ارديحي صينية البطاطس. بصوا يا جماعة، الاكلة دي رهيبة ومفيش حد بيدوقها او بياكلها وما بيقولش عليها تحفة، وبتهيألي لا صغار ولا كبار مش بيحبوها، يعني كله بيحبها. فالمهم لو محتارة في غدا او مش عارفة تعملي اكل ايه في يومك، صينية البطاطس دي حاجة ملهاش حل. بصلتين كبار كده وبتقطعيهم طرنشات، وعندي توابل فلفل اسود وكمون وشوية ملح وشوية كزبرة على شطة على كمون وقرن فلفل، وبدعكهم في بعض كويس قوي مع التوابل زي ما انتوا شايفين كده معايا. بقلبهم كويس عشان خاطر البهارات تدخل في الفلفل والبصل. هنا كده ببقى عندي ضربة شوية طماطم في الخلاط، حوالي نص شفشق كده او اكتر من نص شفشق شوية زي ما انتوا شايفين كده معايا، وبقلبهم بقى كويس مع بعض كده. انا عندي الصينية دي كبيرة حجمها كويس كده يعني، فعاملة اكتر من نص الشفشق في الخلاط. طبعا جبت شوية المية اللي في الشفشق وحطيتهم. عندي البطاطس هنا مقطعة كمية بطاطس، هنا لقيت الحدق بتاعها شوية فحطيت تاني شوية كزبرة على شطة على كمون. وعندي البطاطس كنت طبعا مقشراها وغسلها كويس ونقعها في مية، وبعدين بحطها كده عندي جوه صينية البطاطس. لو حطيت البطاطس من الاول مش بعرف اقلب كويس، انا بقلب وحدق وبعدين احط البطاطس معايا زي ما انتوا شايفين. بحط عليها شوية زيت كده من على الوش، وبحطها الاول على العين من فوق. انا هنا النار كانت بايظه لاني كنت لسه غاسله البوتاجاز فكان داخل فيه ميه يعني. بحطها شويه على عين البوتاجاز من فوق واغطي عليها، اسيبها تاخد وتدي مع بعض شويه، وبعد ما احس انها خلاص دخلت في السوا ممكن بدخلها الفرن تاخد وش يعني من فوق. هنا معلقه اسمه ايه، توم، معلقه توم حطيتها على النار على صينية البطاطس، وبرضو بشوف الحدق واظبطه انتي حسب ما انتي حابة. وبغطيها برضو بسيبها شوية تاخد وتدي مع بعض. هنا هعمل الرز اللي احلى رز دايما بيتاكل مع البطاطس، هو الرز الحبة وحبة، سواء كانت بطاطس طبيخ في حلة يعني او بطاطس اللي هي في صينية زي ما انتوا شايفين كده. كمية الرز زي ما قلت لكم قبل كده، في ناس تحب تعمل النص والنص، يعني النص متحمر والنص ابيض، وفي ناس بتعمل التلت والتلتين. انا تقريبا بحب النص والنص. فالمهم او حسب ما الولاد حابين برضو يعني، مش دايما. حمرت نص الرز تقريبا، هو بياخد وقت معاكي شوية فطولي بالك وقلبيه كتير لعند ما يتحمر معاكي زي ما انت شايفة كده، وبعدين بنزل عليه ببقية الرز المغسول معايا. بحط الملح وبفضل برضو اقلب فيه شوية عشان الرز يطلع مفلفل معايا، وبنزل عليه بالمية زي ما انتوا شايفين. طبعا احلى رز يتاكل مع صينية البطاطس. بعلي النار بغطي عليه واسيبه لما يتشرب خالص المية اللي فيه، وبعدين بنقله على العين الصغيرة واحط الشياطة واغطي عليه زي ما انتوا شايفين كده. ادي صينية البطاطس طبعا بعد ما استوت دخلتها الفرن، ولعت الشواية من فوق. وبصوا بقى، مش قادرة احكي لكم على طعمها ولا على جمالها ولا على ريحتها ولا فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة. اسهل واحلى واسرع اكلة. انا الحمد لله عندي الولاد بيحبوها جدا. فالمهم من ألذ الأكلات يعني. شايفين بقى البطاطس دايبة دوب وفي نفس الوقت ماسكة في بعضها يعني مش مهرية.
كده يعتبر الغدا جهز معايا، لان برضو كنا خارجين النهاردة، بس النهاردة كنا رايحين القاهرة. نجيب بقى الحلويات. هتشوفوا معايا بقية الفيديو، بس انا بدأت اغرف، قلت برضو نتغدى قبل ما نخرج، لاني دايما كنت بخرج واسيب الولاد في البيت يعني، فكنت بحب ابقى مجهزة لهم اكل قبل ما امشي، ما بمشيش واسيبهم يعني ايه من غير اكل في البيت. فادي صينية البطاطس معايا ما شاء الله، وبرضو بتخلي فيها شوية صلصة ان ما تبقاش ناشفة قوي. لما يبقى فيها شوية صلصة الولاد بيعرفوا ياكلوا يعني. واحلى حاجة كمان معاها المخلل، يعني تحبوا بقى ايه تاكلوا معاها مخلل. بصوا هنا بقى بدأنا ايه، طلعنا من البيت كده. اول طريق القاهرة كده، دخلنا خلاص القاهرة جوه يعني البلد نفسها. وكده رايحين بقى ان شاء الله المحل اللي انا كنت صورته معاكم قبل كده، اللي هو تسيبس بتاع الحلويات. هو في فرع منه في العاشر جنب الهايبر، بس للأسف مش موجود فيه حلويات كتير، او الطلبيات عليه بتبقى قليلة، فالحلويات فيه ما بتبقاش كتير، وانا كنت عايزة كمية كويسة يعني. فلما اتصلنا بالتليفون قالوا لنا الفرع ده ما بيبقاش فيه حلويات كتير يعني. طبعا هنا الست حنان كانت صاحية بدري من النوم، فالمهم نامت في العربية يعني. واحنا ماشيين في الطريق يعني، قلت خليها تنام شوية لعند ما نوصل بالسلام. وهنا ابو علي هنا صحيت بقى، بصوا عيونها ورمة شبيهة باباها دي. هنا بصوا بقى النيل، ما شاء الله على المنظر صراحة، حاجة كده ترد الروح من جوه. انا كان نفسي نقف وننزل والله من العربية واصور لكم المنظر، بس طبعا كنا مستعجلين وعايزين ننجز في الوقت ونخلص الحاجات اللي ورانا، لان ده خلاص كان قبل السفر بيوم. يعني احنا كده مسافرين ان شاء الله ان ربنا اراد تاني يوم على طول. هنا كانت الفيزا وصلت وخلاص يعني كان اتحجزت التذاكر، فكان خلاص كنا هنسافر، فروحنا نجيب الحلويات. طبعا مشغلين اسمه ايه النافيجيشن دوت، اللي هو ايه بيسموه ايه، نسيت اسمه، الجي بي اس. يا جماعة دماغي خلاص. المهم عشان نوصل للمكان، لان احنا مش شاطرين قوي في القاهرة يعني. فطبعا دلوقتي التطور في لحظة بتوصل ما شاء الله يعني، بالجي بي اس اي مكان عايزه في القاهرة بتكتب اسمه بتوصل له على طول. وصلنا طبعا عند حلواني تسيبس، طبعا من احلى الحلويات ما شاء الله. عندهم زي ما بيقولوا ايه تشكيلة من الحلويات رهيبة رهيبة يا جماعة يعني بصراحة، فوق الوصف بشوية ما شاء الله. بس احنا كان لينا طلبات معينة يعني، واغلب الاوقات اللي بيبقى مسافر بياخد حلويات سادة، لان دايما سادة اقصد مش محشية، مش مكسرات، مش محشية اللي هي مهلبية او قشطة او حاجات من دي، لان انتوا عارفين السفر والحاجات بتبقى في الشنط وكده، فممكن انها تبوظ. المهم انا بوريكم التشكيلة اللي عنده على قد ما اقدر كده. انا كنت عملت لكم فيديو عنده كمان قبل كده موجود على القناة، في كل حاجة عندهم ما شاء الله يعني، من الحلويات الغربية للحلويات الشرقية. آه كل الحاجات اللي موجودة عندهم يعني. فزي ما انتوا شايفين كده، احنا كنا هنا طلبنا الاوردر اللي احنا عايزينه، وهم كمان يعني لو انتي عايزة لفة سفر بيلفلك الحاجة زي ما انتوا شايفين كده، دي لفة سفر يعني تبقى متقفلة من تحت ومن فوق كويس ومتغلفة كمان. وهنا بيكتب لي عليها يعني مثلا الرموش البسبوسة بيكتب، وفوق الكتابة كمان بيلزق عليها لزقة عشان الكتابة حتى ما تروحش يعني. بصوا ناس بأمانة في منتهى الذوق، المعاملة فوق ما تتخيلوا. كان في حاجات مش موجودة، قال لي ممكن أطلبها لك من مكان تاني لو حابة، بس الحمد لله وفروا لنا الطلبية بتاعتنا كلها. صراحة ناس محترمين جدا 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 فوق الوصف يا جماعة بجد. وحلوياتهم طبعا غنية عن التعريف، مش أنا اللي هشكر فيها يعني، حاجة مش محتاجة كلام. المهم الحمد لله ربنا وفقنا في أول طلبية،
واخدناها خلاص. وكده ايه رجعنا بالسلامة كده، طالعين من القاهرة طبعا. اهم معالم القاهرة طبعا برج القاهرة. ما شاء الله يعني. انا نفسي اروحه بس انا بخاف من الحاجات العالية. ربنا ان شاء الله يكرمنا كده في يوم ونروح انا ابو علي نعمل لكم فيه جولة. ربنا يستر بس. وادي النيل بقى والمنظر وكده. خلاص بقى بنهاية اليوم معانا. طبعا رحنا الهايبر بس احنا من الزحمة كانت رهيبة فما عرفناش نصور. في الهايبر كان الجو زحمة جدا 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 يعني. كنا عايزين فطير فرحت أحلى فطير في الدنيا جربوه، فطير الهايبر. بجد طعمه ملوش حل يا جماعة. اللي حابب ياكل فطير يروح الهايبر يدوقه من الهايبر، هيعجبكم جدا. وده برضو الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وان شاء الله بقى استنوا الفيديو الجاي، ان شاء الله هيكون السفر، المطار بقى والطلعة والطيارة، وان شاء الله على قد ما اقدر هصور لكم يعني. ربنا يعيني لان هيبقى معايا الولاد ولخبطة جامدة، بس ان شاء الله ربنا يعيني واصور لكم على قد ما اقدر بإذن الله. ادعوا لنا بقى ربنا يوفقنا في السفرية دي ان شاء الله ونوصل بالسلامة.